سيارة حكيم زياش تعرض لحادث بهولندا والشرطة تعتقل السائق. نشرت وسائل الإعلام هولندية صورا قالت أنها لسيارة النجم المغربي حكيم زياش، وهي تعرضت لحادث بالعاصمة الهولندية أمستردام. ونقلت مصادر أن السيارة في ملكية حكيم زياش، وهي من نوع رولز رويس كولينان منصوري، وتبلغ قيمتها 600,000 يورو. وأوردت ذات المصادر أن الحادث وقع مساء يوم الأحد على الساعة 6:30 مساء على مستوى شارع ويليام في دي باريجيس بأمستردام. وذكرت أن سيارة حكيم زياش اصطدمت بسيارة فولكسفاغن بولو، فيما لم يصب أي أحد في الحادث، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على أحد السائقين. هذا وأكدت ذات المصادر أنه لا يمكن الجزم بأن زياش كان على متن السيارة. نشكركم على حسن المتابعة.